سلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. مربة اليوم مربة اليقطين او شجر الاحمر. حبايبي المكونات اللي احتاجهن للمربى مال الشجر الاحمر، عندي هنا شجر احمر 200 جرام اريد منه، بعدين نوزن احنا ونراويكم. اريد ليمونة 200 جرام، هم الشكر بقد وزنه بقد الشجر، خاشوقة صغيرة هيل. هنا أنا أخذت ماي الليمونة وحضرته للمربى، وعندي هنا كوب ماي. فهسه نبدي بالشجر، نقشره ونقطعه إلى قطع صغار. هنا هم عندي الشكر أخليه بالقدر وأضيف له ماي وأخليه على النار شوية، نار عالية. من يغلي أخلي النار متوسطة، وبعدين أضيف عليه الشجر اللي أنا محضرته. طبعا أبدي أنا بالشجر، أقص المقدار اللي أريده. قلت أنا أريدن 200 جرام مو أكثر، قد الشكر. انتم أي كمية تردون تسوون المربى الشجر بقد الشكر. انتم أي شيء، إذا عندكم قالب تقطعون بيه هم أحلى تصير المربى. طبعا أنا هسه أراويكم عندي كم قالب أراويكم بيه تسوون. هذني قطعناهن بهالشكل هذا. عندي همان القالب، عندي هذا القالب لاحظوا قطعت بيه ذني هالشكل. طبعا هاي القوالب موجودة كل مكان يبيعوهن. عندي هم هذا قالب ثاني على شكل نجمة. طبعا كل ما تسوون هيجي اشكال تطلع المربى احلى. هنا أنا عندي الأردقيسة لكم بالكوب، هذا كوب عندي هنا صار. تقريبا كوبين إلا ربع، 200 جرام. طبعا أنا هاي الزوادات اللي من القالب طلعنهم ضفتن عليه. هنا خليت الشكر والماي لاحظوا قاعد يغلي، فأنا هسه شو أسوي؟ أضيفن الشجر اللي عندي. طبعا احنا من نضيف هذا الشجر شوية الماء الشيرة أغطيها هي والشجر لما يقوم يغلي بعد مرة، وبعدين أنص النار عليه. هسه أخلي النار على المتوسط وأخليه لما لون الشجر عندي يصير شفاف والشيرة شوية تعقد عندنا. هاي بعد ربع ساعة قاعدة أراويكم إياها، بعدهن ما صاير شفاف الشجر. إذا صار عليها وغف وخروه، لأن هذا الوغف ما يخلي لونها يصير شفاف وحلو. بس إحنا هسه هنا ما صاير عندنا. يعني تعدى تقريبا نص ساعة، لاحظوا صار شفاف عند الشجر والماي مالته صار بقوام. طبعا أنا هنا هسه أضيفن الهيل، عندي خاشوقة ليمون هم أضيفها. أحركها شوية. أخليه 5 دقايق وبعدين أطفيه. طبعا من أطفيه أخليه يوم أغطيه وأخليه بالثلاجة أو يوم كامل برا تخلوه، بعدين نشوفه إذا المربى ثخنها زين صار، فهاي بعد ما يحتاج لها شي. وإذا شفتوها لا ثخينة كملوها 2 ماي وخلوها على النار، خشوقتين يعني ماي. هذا الوغف شيلوه من عليه.
إذا شلناه يساعد على المربى تصير لونها شفاف مثل ما نريده. طبعا أنا هسه 5 دقائق تعدى أطفيها وأخليها. هسه أغطيها وأخليها يوم كامل، بعدين نفتحها ونشوف القوام مالتها. مربتنا حاضرة، يا رب تعجبكم وتاكلوها بصحة وهنا وعافية.